السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ في حلقة النهاردة هنكمل سلسلة الاكس بوكس. هنتعلم النهاردة ازاي نشغل المود منيو على جي تي اي 5 على الاكس بوكس 360. لو انت متابع معايا السلسلة بتاعت الاكس بوكس هتيجي معايا النهاردة خطوات هتفهمها واحدة واحدة من غير اي مشاكل ومن غير اي حاجات. في ناس كتير في الكومنتات سألوني على المود منيو بتاع جي تي اي 5، فانا بحثت على النت وكان في كذا حاجة والكلام ده كله، ولكن انا جبت لكم واحدة بس احسن مود منيو. في المود منيو بتاعت النهاردة دي يا شباب فيها كل حاجة ممكن تتخيلها، يعني هي اصلا جواها بيلت ان مودز منيو كتير، فانت بتختار، هي عباره عن مود مانجر، انت بتختار المود منيو اللي انت عايزها وتشتغل بيها. فعشان ما نقولش كتير تعالى اقول لك ازاي تحملها عندك على الاكس بوكس بتاعك اللي انت حاليا مشغله بالجيل بريك بتاع الباد افاتار. ولكن قبل ما تيجي معايا كالعاده ما تنساش لو الفيديو عجبك تديني لايك على الفيديو وسبسكرايب على القناه وشير الفيديو ده مع اصحابك علشان الناس كلها تستفيد. تمام؟ هيا بينا على كمبيوتر يا شباب. المود رفعه على الميديا فاير، طبعا هسيب لك لينك في الديسكربشن، خش هنا على طول تعمل داونلود. انا اوريدي كده عامله داونلود اوريدي، فعايزها لك في ملف مضغوط زي كده. كل اللي تعمله بس انت كليك يمين وتكستراكت هير سواء بالوينرار او بال7 زب، مفيش اي مشكله، كده كده الاثنين واحد. فبيعمل كده اكستراكت هير. نفتح هنا كده، لو خدنا بالنا هو هنا عندنا ملف اسمه كونتنت وهنا اكتيفيشن، ده انا عامله. الاكتيفيشن ده عشان تعرف بس ازاي بتشغل مود منيو جوه اللعبه. لو فتحناه كده هيقول لك انت بتشتغل المود منيو بالار اس والال اس، ده اللي هم يا شباب في الكنترولر اللي هم البكره دي والبكره دي مع بعض، بتدوس كده عليهم مع بعض في نفس الوقت فالمنيو تفتح معاك. لو خدنا بالنا كده هنا في فولدر الكونتنت ده، لو دخلنا كده هنلاقي ال 16 صفر، وبعد كده هنلاقي الاي دي بتاع اللعبه، وبعد كده هنلاقي ده الرمز بتاع التايتل ابديت، وهتلاقي هنا تايتل ابديت. المود يا شباب ببساطه هو مدمج في التايتل ابديت بتايتل ابديت فيرجن 26. لو خدنا بالنا كده، لو رجعنا ورا هنلاقي اللي بتاع متسميه تي يو 26، ده التايتل ابديت 26، ده اللي هو مدمج فيه المود منيو. طبعا انت عشان تفهم يعني ايه تايتل ابديت او دي ال سيز او الحاجات دي، انا كنت عامل فيديو بتاع الجيمز اتفرج عليه، هتفهم الفرق بين كل فولدر من دور واسمه ومسؤول عن ايه بالظبط. فده يعتبر تايتل ابديت سهل جدا بتنقله على الاكس بوكس، والمفروض هشغله على طول. طبعا في كذا طريقه انك تنقله، ممكن بتنقله عن طريق الفلاشه، توصل الفلاشه على الكمبيوتر تكبر الملف ده. طبعا انت بتكبر الملف ده بس بتكبره على الفلاشه، وبعد كده بتيجي على على الاكس بوكس عن طريق الاورورا فايل مانجر وتقوم مكبرها في المكان بتاع التايتل ابديت الجي تي اي 5. ولكن النهارده عشان خاطر انا بحب اشتغل بالاف تي بي، فهنشتغل النهارده بالاف تي بي. لو انت عايز تعرف ازاي تنقلها بالفلاشه اتفرج على فيديو الجيمز شرح فيه كل الكلام ده وازاي تنقل الحاجه من عن طريق الفلاشه. انا هنا عندي هفتح الفايل زيلا، انا هنا مسجل الاكس بوكس عندي كده، داخل الاكس بوكس على طول. طبعا انت في الاكس بوكس عندك انت بتكتب لنا الاي بي بتاع الاكس بوكس واليوزر نيم بتكتبه اكس بوكس اف تي بي. انت هتلاقيه في الاورورا برضو خش اتاكد لو مش عارف السبيلنج يعني. لو سبت الباسورد فاضي وقمت داخل على كويك كونكت وما رضاش يعمل كويك كونكت، يبقى الباسورد في حاجه مكتوبه في السيتنج بتاعت الاكس بوكس. فانت بس كل اللي بتخش على الاكس بوكس عندك، بتخش على الاورورا والسيتنج بتاعت الاف تي بي وتقوم شايل الباسورد. سهله خالص يعني. تقوم عامل كونكت هيخش كده معاك بالظبط زي ما انت شايف كده ويوصل لك كل الفولدرات اللي على الاكس بوكس بتاعك. طبعا احنا بنخش على الهارد ديسك 1 ده اللي انا حاطط فيه العاب، بتخش هنا على الكونتنت وبعد كده بتخش على الاي دي بتاع جي تي اي 5. فاحنا هندور هنا كده هنلاقي هو بادي ب 545. تمام؟ ده كده دي كده جي تي اي 5. نفتح هنا كده هنلاقي عندنا الفولدر بتاع تايتل ابديت اللي هو اصفار بي صفار اللي هو ده. خش هنا كده، انا هنا حاطط تايتل ابديت قديم فانا مش محتاجه، فانا عادي ممكن نمسحه. هنا كده ديليتس ونقوم داخلين هنا كده وناقلين دراج اند دروب التايتل ابديت الجديد. طبعا تحت هنا بينقل. طبعا سرعه النقل دي يا شباب بتفرق على حسب انت موصل بكابل او بواي فاي زي ما اتكلمنا قبل كده. تمام كده يا شباب. خلاص بعد ما نقل تايتل ابديت اللي هو اوريدي في المود منيو، فخلاص بنقفل هنا الاف تي بي وبنقفل الكلام ده كله، وبعد كده نقوم داخلين على الاكس بوكس. هنا يا شباب عندنا في الاكس بوكس عندنا جي تي اي 5 زي ما انت شايف كده. بنخش هنا كده اول مره هتلاقي تايتل ابديت، هتخش كده فوق مش تلاقي حاجه. تمام؟ ليه؟ علشان انت المفروض بتعمل ريفرش للتايتل ابديت داخل الاورورا عشان خاطر تقرا كل التايتل ابديتس اللي موجوده. فبتعمل تعمل باك وتقوم داخل على السيستم وتقوم داخل على الكونتنت وعند التايتل ابديتس فوق وتدوس على سكان ناو. بتدوس هنا كده هيقعد يعمل سكان ناو، بس هيقول لك عاوز يعمل ستارت للاورورا فنخليه يعمل ستارت مفيش اي مشكله. ولكن بس قبل ما يعمل ستارت عايز اوريك لو انت عندك الاف تي بي مش عاوز يخش عشان تتاكد ان هو تمام من غير باسورد، فبتخش هنا كده على الموديولز، بتخش على الاف تي بي سيرفر وتقوم داخل كده ده اليوزر نيم وده الباسورد. فالباسورد ده هو اصلا بيبقى فاضي، فانت عشان تتاكد ان هو فاضي او تعمله فاضي لو مثلا اداك ايرور او حاجه فبتدوس كده تفتحه عشان تكتب باسورد هنا. بس بدل ما تكتب باسورد انت بس مجرد بتدوس على على دان اللي هو خلاص كأن مفيش حاجه يعني، فكده يعتبر كأن مفيش باسورد. دلوقتي احنا ندوس بقى باك، نرجع هنا نخش على تايتل ابديت ونقول له سكان ناو. هيعمل ريستارت للاورورا، نقول له يعمل ريستارت يا عم للاورورا. طبعا يا شباب السيمز اللي انا حاططها دلوقتي كده السيم الدارك ده، لو انت ما اتفرجتش حلقه السيم اتفرج عليها عشان تتعلم ازاي تحط السيمز وتظبط الجهاز بتاعك بحيث يبقى شكله برده حلو وشيك يعني كده. شوف خلاص بعد ما دخل معانا نيجي هنا بقى عند جي تي ندوس كده على ديتيلز، نخش على تايتل ابديت اللي موجود فيرجن 26 بالمساحه دي. فبتعمل بتعمل له انيبل، بتخليه منور زي كده. خلاص بعد ما تعمل له انيبل ترجع باك
وتقوم ايه مشغل لعبه، وبعد كده من هنا ورايح انت تشغل لعبه بس على طول. كده كده اوريدي اول ما تعمل انت انيبل للتايتل ابديتس اول مره اوريدي اصلا ايه انت مش محتاج تعمل له انيبل كل شويه يعني. طبعا اللي عاملين يا شباب المود العربي هيشتغل برده مفيش اي مشكله، الشفرات مفيش اي مشكله. إيه انا ايه المود العربي انا مش عامله عندي، انا شغال بالمود الانجليزي يعني اللي هو بالاوريجينال يعني. فانت طبعا بالنسبه لك لو محمل المود العربي برده ايه مفيش اي مشكله، كل حاجه هتشتغل زي الفل. بص يا شباب علشان تشغل المود منيو بتدوس على الزرار الار اس والال اس اللي هم الزرارين بتوع الكنترولر دول. بتدوس يا شباب على الزرارين دول مع بعض دوسه مطوله شويه اللي مع بعض كده، هيظهر لك ايه المنيو اللي فوق على اليمين دي يا شباب. دي هنا عندك بعض الاوبشنات يعني. عندك هنا الايفل بلانت دي تعتبر بالنسبه لي انا احسن مود منيو، دي فيرجن 3 كاتبين هنا هي ممكن تعلق، ولكن انا في تجربتي ما فيش اي مشكله. او تخش هنا وتدوس على مود مانجر 1.2. طبعا كل واحده فيهم يا شباب بيقول لك ايه بتشغلها ازاي يعني. بالنسبه للايفل بلانت يا شباب هو هنا مش كاتبين ازاي بتشغلها، ولكن بتشغلها ازاي الاول بس بنعمل لها كده ايه اون تحت على شمال يظهر لك ان هي ايه تمام. فبتشغلها ازاي دي بتدوس على زرار الليفت بتاع الكنترولر مع زرار الار بي اللي فوق، بتدوس كده مع بعض عليهم هيظهر لك ايه المنيو ناحيه الشمال هنا يا شباب، وبتختار بقى اللي انت عايزه. فانا مثلا على سبيل المثال نخش مثلا على فيكول اوبشن وسبون فيكول مثلا، وندوس مثلا ايه عايزين ايه عربيه مثلا على سبيل المثال مثلا إيه عربيه هي زي ما احنا شايفين. ننقل هنا مفيش اي مشكله، كل حاجه ايه شغاله زي الفل. طبعا بقى الاسلحه والكلام ده كله انت عارف طبعا ايه كل الكلام ده انا مش هحكي لك فيه يعني. انت مثلا مش عايز المود منيو ده، انت عايز مود منيو ثانيه، فبتعمل ايه بتدوس برده على الزرارين ايه دول يفتح القائمه الرئيسيه بتاعه المودز. بتخش هنا بتدوس مثلا هنا ايه اوف مش عايزين دي خلاص، ولكن تخش هنا مثلا ايه على المود مانجر بيقول لك بتشتغل بالايه بالال بي والال تي اللي هم الزرارين على الشمال دول بتدوسهم مع بعض تمام. فبتدوس هنا خليها ايه اون كده، بعد كده بتدوس على الزرارين دول مع بعض هيظهر عندك على الشمال يا شباب دي لسته بجميع انواع ايه المود منيوز اللي انت ممكن تلاقيها. حتى موجود ايه الايفل بلانت هنا بس هنا فيرجن 1 بنفس الكلام برده ار بي وليفت اللي هو الزرار ده والزرار ده زي ايه ما قلت لك ايه من شويه. طيب على سبيل المثال مثلا احنا ايه ممكن مثلا نشغل حاجه، نشغل مثلا ايه على سبيل المثال مثلا ايه وايت نينجا بس ار بي وواي. فانت بتدوس على ايه عشان تاكتيف الشفره بتدوس على الاكس. لو دوست على الاكس كده هتبقى لونها اخضر لو خدت بالك، اخضر دي معناها اون، دوس تاني كده تبقى صفرا دي كده معناها اوف. فانت بتخليها اون كده ار بي وواي خلاص، فتقوم دايس باك عادي جدا وتقوم دايس على الار بي وتدايس على الواي مع بعض كده هيفتح لك ايه الوايت نينجا دي ايه مود منيو ثانيه خلاص. نفس الكلام برده طبعا ايه في كل مود منيو يا شباب فيها ايه حاجات زياده، في حاجات مش موجوده. فانت بقى ايه جربهم كلهم وعيش شوف انت بقى لغايه لما تلاقي ايه المود منيوز اللي انت ايه بتحب تشتغل عليها. لو استفدت من الفيديو يا شباب ما تنساش تديني لايك على الفيديو وسبسكرايب على القناه وشير الفيديو مع اصحابك علشان الناس كلها تستفيد، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.